اهلا بيكم في فيديو جديد ومحافظه جديده، والنهارده احنا موجودين في مطروح. اول مطعم هنبدا بيه النهارده هو مطعم الاحرار. مطعم الاحرار من اشهر المطاعم للاكل البدوي هنا في مطروح. خلونا النهارده نجرب الغدا بتاعهم او الاكل البدوي بتاع الاحرار، شوفوا عامل ازاي. يلا بينا. اول حاجه هنبدا بيها هي المكرونه المبكبكه. المكرونه المبكبكه هنا اسمها المكرونه الجاريه. المكرونه دي بيبقى مدفون فيها لحمه ضاني، دي انا متحمس جدا ان انا اجربها. خلينا نبدا بيها، نقول بسم الله ونجرب اول حاجه المكرونه المبكبكه. هي اتبلعت على طول اصلا، يعني ملحقتش امضغ. طعمها تحفه، طعم الصلصه بتاعتها حلو جدا. لا جامده قوي المكرونه. بلعت رهيبه. خلينا ندوق اللحمه اللي موجوده فيه. بص يعني خلينا متفقين ان انا مش من هواة اللحمه قوي، بس انا حبيت اجرب حاجه جديده، اللحمه المدفونه جوه المكرونه المبكبكه او المكرونه الجاريه، برضه عشان نبقى جربنا الاكل البدوي كله. خلينا نجرب اللحمه برضه. بسم الله. طعم اللحمه واخد من المكرونه، وهي اصلا الصلصه بتاعت المكرونه حلوه قوي، او الصوص اللي موجود في المكرونه ده حلو جدا، فمديه طعم للحمه رهيب. لا عجبني جدا بصراحه. الطبق ده جامد قوي. لو انت من هواة اللحوم هيعجبك جدا. لو انت عامل زي كده وبتفضل الفراخ اكتر من اللحوم، ممكن تطلب نفس الاوردر ده هو او نفس الطلب ده هو بس بيبقى بالفراخ. جامد قوي. لو انت من محب الفراخ اطلبه بالفراخ، لو انت بتحب اللحوم اطلبه باللحمه. عامه الصوص بتاع المكرونه او الصلصه اللي فيها المكرونه مخليه اي حاجه تتحط معاها تبقى جامده جدا. الطلب دوت بينزل معاه نوع من انواع الخضار، فانت ممكن تطلب معاه فاصوليا او خضار مشكل او ملوخيه. فيعني هم كمان هنا مشهورين قوي بالفاصوليا ومشهورين بالخضار المشكل، من الاكلات البدويه المشهوره يعني. وبرده بينزل مع الاوردر الشوربه بتاعتهم مشهوره. كنت المفروض ان اجربها في الاول، فخلينا نجربها دلوقتي. نجرب الشوربه بتاعتهم دي، بتنزل برده مع الطلب. يعني هو الطلب كله بيبقى المكرونه ومعاها اللحمه او الفراخ ومعاها نوع من انواع الخضار، ده غير طبعا السلطات اللي بتنزل مع الاوردر. خلينا نجرب الشوربه. حلوه قوي، مليانه خضار، وفيها عارفين التتبيله بتاعت المحشي، تتبيله المحشي اللي مليانه خضار حلو. طعم الشوربه هنا قريب ليها قوي، فيها بصل وفيها شبت، ويعني لا غنيه قوي بالخضار، فجامده جدا بصراحه. الشوربه دي يطلق عليها الشوربه المغربي. تاني طبق معايا هو الفراخ البدويه. الفراخ البدويه هنا عباره عن محمره في الزيت. هي اكله بدويه ومشهوره جدا هنا في مرسى مطروح. ينزل معاها زي ما قلت لكم كده بقى، ممكن تنزل معاها مكرونه، يا اما رز اصفر يا اما رز احمر. انا طلبت معاها هنا رز اصفر. خلينا نجربها علشان برضو نجرب الخضار بتاعهم، شكله مغري جدا، فعايزين نلحق نجربه قبل ما يبرد. خلينا نقول بسم الله ونجرب الرز بتاعهم الاول. بسم الله. الرز ده رز اصفر مليان نكهات حلوه، في توابل كده مختلف. يعني هو رز عادي مش بسمتي، مليان نكهات غريبه. يعني انا اول مره ادوق رز بالطعم ده بصراحه. طعمه حلو جدا ومختلف. خلينا نخش على الفراخ. خلينا ندوق الفراخ المحمره. بسم الله. مستويه حلوه قوي. المميز فيها ان هي فراخ نظيفه، اكله بيتي، هم عاملينها بطريقه حلوه جدا. خلينا نخش على بعض. خلينا نفصل بقى كده بالخضار، نجرب الخضار بتاعهم. احنا جايبين 3 وجبات، لسه باقي وجبه. على ال3 وجبات نزل 3 انواع خضار، فخلينا نجرب. اول حاجه هم عندهم خضار مشكل وملوخيه، وهو مشهورين قوي بالفاصوليا. نجرب الاول الخضار المشكل بتاعهم. بسم الله. حلو قوي. هو الاكل البدوي حاسه قريب قوي من البيتي بس منكه اكتر. دي عباره عن بطاطس وكوسه فيها توابل وخضار، قريبه قوي للي موجوده في لسان عصفور. خلينا نخش على الملوخيه. حلوه برضو الملوخيه بتاعتهم، لما اتقلبت طعمها بان اكتر. نخش برضو على المميز بتاعهم الفاصوليا. دي تعتبر اجمد فاصوليا اكلتها في حياتي، جامده قوي. هم قالوا لي حتى يعني الخضار من الحاجات المميزه، حتى هو حاجه اساسيه بتنزل مع الوجبه. عجبني قوي الفاصوليا وعجبني قوي الخضار والملوخيه، جامدين جدا بصراحه. خلينا نخش على اخر طبق. قبل بقى ندخل في اخر طبق،
احب اقول ان المكان مميز قوي في ان هو في قعده زي اي مطعم عادي، وفي القعدات المشهوره في المطاعم البدويه. فالاحرار هنا برضو مميز بان هو في القعدات اللي هي مخصصه للعائلات او اللي هي بتتميز بالخصوصيه. دي حاجه برضو بتبقى مميزه جدا في المطاعم البدويه وموجوده هنا في مطعم الاحرار. برضو بتبقى قاعد في اوضه مقفوله عليك، فلو عيله جايه او حابب ان انت تحتفظ بالخصوصيه بتاعتك تقدر تعملها هنا وانت قاعد تاكل براحتك. خلينا بقى ندخل على اخر طبق معانا، رز احمر معاه فراخ مشويه. الفراخ المشويه بقى معرفش من الحاجات البدويه برضو مشهوره في الاكل البدوي ولا لا، بس هو اكتر حاجتين اللحمه والمكرونه المبكبكه والفراخ المحمره. بس خلينا ندوق الفراخ المشويه بتاعتهم نشوفها برضو عامله ازاي. خلينا نقول بسم الله ونجرب الفراخ المشويه. تتبيلتها حلوه قوي، في حاجات بتبان من اول اكله او من اول لقمه يعني. التتبيله بتاعتها حلوه قوي وطعم الشوي فيها باين، حلوه جدا. ندوق الرز بتاعهم الاحمر بسم الله. التوابل بتاعته مختلفة عن الأصفر، ده أقرب شوية من البيتي، التاني كان طعمه مختلف ما دقتوش قبل كده تقريبا، فهنا طعمه قريب للبيتي. طيب ملخص التجربة هنا في الأحرار، الأكل البدوي جامد قوي. هو عندهم طبعا حاجات تانية وعندهم مشاوي وكده، بس طبعا أنا حبيت جاي مطروح ومكان بيقدم أكل بدوي حاجة مختلفة، فلو أنت جاي مطروح تعالى جرب طبعا الأكل البدوي، لأن أنت تجربة جديدة ويمكن قليل ما بنجرب الأكل البدوي في القاهرة. لو أنت جاي من القاهرة يعني أو أيا كان أنت جاي منين، فجاي مطروح لا جرب الاكل البدوي هيعجبك ان شاء الله. لسه في اماكن كتير عايزين نستكشفها في مطروح، في مطاعم واماكن. خلينا نشوف المكان الجاي هيبقى ايه. يلا بينا. من اشهر واحلى الاماكن اللي موجوده في مطروح شاطئ كليوباترا، وبالذات كمان من بعد ما اتجدد بصراحه بقى من اجمل الاماكن اللي انت لازم تروحها لما تيجي مطروح. خلينا نتفرج عليه. جينا هنا مطروح يبقى لازم نجرب السمك بتاع مطروح عامل ازاي. فخلينا نروح عند خالد واخواته، اشهر مطاعم او من اشهر المطاعم موجوده هنا للاسماك. وخلينا نشكر برضو في الاول قبل ما نبدا ابو حمزه، لان الراجل هيعرفنا هنا ايه تفاصيل السمك الحلو او السمك المشهور هنا في مطروح. اولا اهلا بيك يا استاذ محمد وبكل متابعينك في كل مكان، وشرفتوا مطروح بلد السحر والجمال، وشرفتوا محلات خالد واخواته ونورتونا، واحنا ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم في الاكل وفي السمك وفي كل حاجه ان شاء الله. اما بالنسبه لمرسى مطروح، مرسى مطروح بتميز بحاجات كتير جدا جدا جدا، منها الاسماك البحريه. الاسماك البحريه عندنا في مرسى مطروح تتعدى 350 نوع او اكتر. الاسماك البحريه المتوفره اليوم في اسماك خالد واخواته، بنبدا مثلا بالوقار. دي سمكه الوقار. الوقار عندنا في مرسى مطروح 4 انواع من الوقار، اللي هو نوع اسمه القرافس اللي هو ده لسه جاي من بحر مطروح حالا زي ما انت شايف كده حضرتك، ده من اجود واعلى انواع السمك. ده كده اسمه وقار أرفس، ده بيتعمل شوربه بيضه جميله جدا، حاجه في منتهى الجمال وحاجه ليها طعم خاص جدا، وبتتعمل سنجاري وبتتعمل مشوي زيت وليمون. وده نوع تاني اسمه وقار جرادي، وده اسمه وقار عفاريت. الثلاث انواع بتفرق ما بينهم، والثلاثه اسمهم وقار. الرابع بقى وهو افضل انواع الاسماك بس هو مش متوفر كتير، ودي حاجه صغيره لان الكبير بتاعه خلص، اسمه وقار 111. وقار 111 يعني وقار ابيض، يعني وقار عالمي، ده مطلوب تصديره ومطلوب في كل انحاء العالم. دي مكتوب اسمها على وشها اللي هو 3 وحايد كده، اسمه وقار 111 زي ما انت شايف كده حضرتك. عندنا سمكه ثانيه محترمه جدا، ودي في بحر مطروح بس، يعني دي لما تيجي مطروح مش هتشوف غير دي بس. دي اسمه مرجان عضاد او مرجان ابيض، ده بنعمل منها فيليه، وبنعمل منها جزل طازه، وبنعملها سنجاري، وبنعملها صينيه بالبطاطس.
دي معموله صينيه بالبطاطس، حاجه جميله جدا زي ما انت شايف كده حضرتك. دي السمكه دي برضو اسمها سمكه الدراك. دي سمكه برضو في بحر مطروح وبنتميز بيها من بحر مطروح. دي من اجود الاسماك. السمكه دي بتتميز بايه؟ السمكه دي ما فيهاش شوك، لحمه بيضه، حاجه طرنشات جميله جدا يعني لو في اولاد صغيره، غير ان الطعم بتاعها جميل جدا جدا جدا. ننقل مع بعض على سمكه المرجان. ده مرجان، في منه الكبير وفي منه الصغير. مرجان ده برضو اسماك بحر مطروح ومحترمه جدا. دي اسمها خضر او ميرا، في منها الكبير دي وفي منها الصغير ده بتتعمل زيت وليمون وبتتعمل سنجاري وبتتعمل طرنشات مقلي. في عندنا سمكه اسمها الشراغيش، دي اسماك برضو من بحر مطروح بتشتهر بيها بحر مطروح. الشراغيش دي من اقيم واحلى انواع السمك. ملك الاسماك اللي هو ايه؟ البربون. البربون ده احنا بنقول عليه 2 في 1، سمك في جمبري يعني سمك بطعم جمبري. ده بربون فريش من بحر مطروح. السمكه دي عالميه، دي على مستوى العالم اعلى انواع السمك في الاوميجا 3 والقيمه الغذائيه، دي اعلى انواع السمك. ده سلمون جزل فريش. عندنا هنا بلح البحر. بلح البحر لما تيجي مرسى مطروح مش هتشوف بلح البحر غير في خالد واخواته وبس. طبعا السبيط وجماله، وده بيض السبيط، يعني ده السبيط وده بيض السبيط. بنعملهم ايه دول؟ بيتعملوا طاجن بالوايت صوص والجبنه الموزاريلا، حاجه في منتهى الجمال. وبيتعملوا طاجن بالريد صوص، وبيتعملوا مشوي جريل بالزبده، وبيتعمل مقلي. طبعا سمكه القاروص مش محتاجه تعريف، يعني هي معرفه عن نفسها. طبعا من احلى الاسماك في كل انواع التسويه بتاعتها. دي سمكه الدينيس، بس موجود النهارده صغير طبعا عشان انت جاي في اخر اليوم فالحاجه قليله شويه. مش عايزين ننسى نتكلم عن الاستاكوزا. طبعا صحيه. استاكوزا بحر مطروح، احنا هنا في مطروح بنتميز بيها، متواجده بصفه يوميه زي ما انت شايف كده حضرتك، صحيه وبتتحرك وحاجه جميله خالص. قسم الفوسفور عندنا الجمبري الازاز، الجمبري الجامبو بالحجم الكبير ده، كابوريا. الكابوريا مليانه وحاجه ما شاء الله، بس دي ديكور مش نتي، عشان في نتي وفي ديكور عشان نوضح لكل حبايبنا. دي سمكه التونه، دي حاجه ما شاء الله برضو بنعملها جزل وبنعملها فيليه، حاجه في منتهى الجمال. خلينا بقى نجرب الاكل بتاع خالد واخواته. فخلينا نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بالجمبري عشان شكله شهي جدا. طبعا احنا جبنا الاكل وجيت اكله هنا في البيت. خلينا نقول الجمبري اول حاجه، نقول بسم الله ونجرب. بسم الله. تتبيله الجمبري جامده جدا، هو ده طاجن. طعم الجمبري والخلطه بتاعته جامده جدا. تسويه الجمبري حلوه قوي، عجبني جدا الجمبري بتاعه. خلينا ندوق السنجاري. طعم السنجاري بتاعه برضو جامد قوي. السنجاري ده سمكه اسمها لوت، طعمه جامد قوي واللحمه بتاعتها حلوه جدا. واضح من الزحمه والشهره بتاعت خالد واخواته ما شاء الله، اكله جامد بصراحه. خلينا نجرب السنجاري بس بوري بقى. بسم الله. الخلطات بتاعتهم والتوابل بتاعتهم وظبطه السوى والخلطه بتاعت الاكل نفسها جامده قوي ما شاء الله ما شاء الله، ما فيهاش غلطه بصراحه. يعني السنجاري هنا ليه طعم وهنا ليه طعم، كل واحد معمول بتتبيله او بخلطه مختلفه، بس الاثنين اجمد من بعض بصراحه. الاثنين عاجبني قوي. نجرب برضو من عنده البربوني. البربوني ده سمك صغير، بيبقى شكله صغير كده زي ما انتم شايفينه، بس هو بياكل الجمبري، فهو مشهور بلونه الوردي. خلينا ندوقه برضو. بسم الله. ده مقلي بقى، مش قادر اقول عليه ان هو حلو، يعني اقدر اقول عليه ان هو طعم قوي، طعمه حلو جدا. نجرب البوري المشوي بقى. بسم الله. لا الراجل ده جامد قوي بصراحه، من احلى اكلات السمك اللي جربتها يمكن يعني في حياتي. يعني اقدر اقول ان دي من احلى الاكلات السمك اللي انا جربتها في حياتي بصراحه. وخلينا نشوف هنروح فين بعد كده. يلا بينا. من اشهر الحاجات هنا بقى في مطروح زيت زيتون، فخلينا ناخد جوله ونتفرج على زيت الزيتون ازاي بيتعمل هنا في مطروح.
يلا بينا. نورتهم مطروح ومصيف سعيد ان شاء الله. احنا هنا داخلين على المعصره. موسم جني الثمار هنا بيبقى من شهر 10 لشهر 2 اللي هو موسم الحصاد بنوعيه الزيتون بتاعه الزيت. بيسبقها طبعا في شهر 8 وشهر 9 جمع الثمار بتاعه زيتون المائده اللي هي الكلاماتا والبيكول والعجيزي اللي هي المخللات يعني. بعد كده موسم عصر الزيتون بيخلص بعد ما نخزن هنا في خزانات ستانلس عشان نحافظ على الزيت، لان الزيت عنده حساسيه شويه من الضوء والحراره والهواء. الهواء بيأثر على الاكسده والضوء والحراره بيأثروا على تغيير نسبة الحموضة. عندنا نوعين من الزيت، زيت اللي هو اوليفي اويل اكسترا فيرجن اللي هو زيت بكر ممتاز، وزيت بكر عادي. زيت البكر الممتاز ده بيبقى نسبة الحموضة اقل من 8 من 10%، وده صالح للقلي والطبخ وللتحمير وللعلى البارد اعرف ان زيت الزيتون ما بيستخدمش. لا دي طبعا من ضمن المفاهيم الخطا، في مجموعه مفاهيم خطا عن زيت الزيتون، احداهم ان هو يقول لك انه مضر. لا هو بالعكس، ده هو مفيد جدا في الطبخ، قصدي للطبخ في التحمير يعني. لا مفيد جدا. النهارده استخداماتنا لزيت الذره او زيت دي كلها زيوت مهدرجه، لكن زيت الزيتون زيت طبيعي جدا، ثمار زيتون معصوره فما فيش فيها اي ضرر. ودي من ضمن المفاهيم الخطا يعني. طبعا زيت الزيتون البكر الممتاز برضه ليه مواصفات الناس فاهمها غلط، ان هو بيبقى فيه مراره وبيعمل لسعان في الزور، دي من علامه جوده للزيت. الحرقان ده والمرار ده علامه جوده للزيت. طبعا هنا عندنا ان شاء الله يعني على الموسم الجديد خط كبير جدا بيعمل 80 طن في الساعه يركب، لكن احنا دلوقتي اللي عندنا اللي هو الخط ده الايطالي، وده عباره عن حوض استقبال زيتون وبعدين مطحنه الجرش وتقليب عجين ثمار، وبعد كده في الديكانتر اللي هو بيلف حوالي من 4000 لفه في الدقيقه عشان يعمل فصل للزيت عن الميه عن التفله. بعد كده بنخزن هنا على خط التعبئه خزانات برضه ستانلس، وبنبدا نعبي من خلال المكن ده. طبعا قلنا اللي هو اللي عليه الستيكر الاخضر ده اللي هو عينه التذوق ده صالح لكل حاجه، للطبخ للقلي للتحمير على البارد على الممتاز. اللي هو الممتاز لمرضى السكر للكوليسترول. الثاني ده ما يتاكلش الا على البارد، لانه لما يتسخن هتبدا نفقد الخصائص بتاعه زيت الزيتون. بالاضافه ان احنا طبعا هنا في التعبئه بنحاول ان احنا نرضي كل الثقافات. في عندنا العبوه السوداء دي لها ثقافه معينه، الناس اللي هي عايزه تحفظ الزيت عن الضوء. بعد كده عندنا العبوه الثالثه اللي هي العبوه البلاستيك، دي برضه بنرضي بها ثقافه معينه من الناس اللي بيخاف انها تتكسر، لكن احنا بنشتغل في البلاستيك اللي هو الغذائي. الناس بتحسبه ازاز، يعني انت لما تشوفه الوهله الاولى تعتقد ان العبوه ازاز، وده هو عباره عن عبوه بلاستيك غذائيه. برضه في ناس بتحب عشان الضرر من انها ما تقعش. وانت نورتنا في المعصره، ونتمنى ان نكون وصلنا معلومه للناس. رحله سعيده يا سيدي عليكم، مصيف سعيد. عايزين نعرف برضو العنوان هنا برضو. العنوان طريق شط الغرام، اول ما نطلع من مطروح ب 2 كيلو من بعد الشرطه العسكريه. المكان هنا معصره وفي نفس الوقت معصره وزواتين، وبتبيعوا بالجمله هنا. بنبيع هنا بالجمله، وهنا يعتبر عرضنا عرض تسويقي. واهم حاجه ان احنا عايزين الناس تيجي تصيف في مطروح. اكيد. معظم معاصر مطروح يعني مش معذرتنا احنا بس، لا معظم معاصر مطروح ناس محترمه وناس كويسه وناس امناء. وسعدنا بيك ونورتنا وشرفتنا، ويا رب نكون وصلنا رساله مفيده. اتمنى تكون الناس استفادت ان شاء الله. ان شاء الله. مطروح يا مطروح مطروح يا من اشهر الحاجات برضو اللي موجوده في مطروح الزيتون زي زيت زيتون هنا مشهور في مطروح جدا. فجينا هنا في شارع اسكندريه من اشهر الشوارع التجاريه اللي موجوده في مطروح. جينا عند محل اسمه شالي او معرض شالي، هيعرفنا على انواع الزيتون اللي موجوده هنا في مطروح. بنرحب بيك استاذ محمد. طبعا اوريك شويه انواع الزيتون عندنا. نبدا بالكلامات اللي هو الدولسي. ده الزيتونه جميله جدا، حجمها وسط وطعمها ممتاز جدا. ده بالنسبه للكلاماتا. في كلاماتا منه اسود، ده اسود طبيعي، وفي اخضر، ده كلاماتا اخضر دولسي. يبدا بقى في التفاحي، دي زيتونه محببه جدا بالنسبه للمصيفين ومن اكتر الزيتونه اللي بتتباع يعني.
وده اسمه زيتون اخضر عزيزي. دي زيتونه جميله جدا، خاصه لما تحط عليها فلفل وتحط لها خلطه الجزر والحاجات دي بيبقى طعمها رهيب جدا. الزيتون اللي هو السيوي اسمه عزيزي. بالنسبه للنوع الرابع الخامس معانا ده تفاح سيوي، برضو زيتونه جميله وطعمها مستحب بالنسبه للمصيفين. بالنسبه للاسود بقى في عندنا 3 انواع. في الاسود اللي هو الطبيعي، ده الاسود الطبيعي زيتونه ممتازه خالص. وده الاسباني، بيقولوا عليها التفاح اللي هو الاسباني، حبايه كبيره خالص. وده الكلاماتا اليوناني، برضو زيتونه بسم الله ما شاء الله جميله جدا. وزي ما حضرتك شايف يا استاذ محمد انواع جميله، وطبعا المصيفين بيحبوا يشتروا الانواع دي من عندنا عشان ليها طعم خاص بالنسبه لمطروح يعني. Rage on that beat, going crazy.